النهارده نادي الزمالك بيعلن اصابه محمد عبد الشافي برباط الصليب. الخبر ده زعلني جدا لان محمد عبد الشافي من اللعيبه المحترمين جدا المميزين اللي ما تسمعش صوته. يعني عارف، ممكن يكون عندك لعيب جوه النادي كده على طول يعمل مشاكل او ممكن يكون بيتكلم كتير. محمد عبد الشافي من اللعيبه اللي فعلا ما تسمعلوش اي حاجه، لعيب محترم جدا. عارفين انت كده محمد عبد الشافي ده من ريحه ابو تريكه، من الناس اللي هي فعلا عندها خلق، عندها دين، لعيب محترم جدا. فاصابته زعلتني عشان بس ما نبقاش يعني، وزعلت اي حد بيتفرج على الكوره سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او بينتمي لاي نادي، اكيد هيزعل على اصابه لعيب زي محمد عبد الشافي. انا شفت ان محمد عبد الشافي على مدار مسيرته مظلوم اعلاميا. اتمنى بعد ما يبطل كوره ما يتظلمش كمان جوه نادي الزمالك، يعني يكون ليه منصب جوه نادي الزمالك، لان فعلا هو يستحق كده. محمد عبد الشافي مع الزمالك فاز معاهم ب9 بطولات، تاريخه كبير جدا. ولما راح السعوديه هو اللاعب المصري الوحيد اللي واخد 4 بطولات في الدوري السعودي. يمكن الراجل رجع في قراره من الاعتزال قبل كده وانا كنت مبسوط. يعني تخيلوا لما انا اشوف لعيب مثلا بيلعب في الزمالك ويعتزل ويرجع تاني في قراره، فانا اكون مبسوط. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يشفى محمد عبد الشافي ويرجع بسرعه، سواء حتى لو ما رجعش تاني يلعب كوره. اتمنى اشوف محمد عبد الشافي في منصب كويس جدا جوه نادي الزمالك. الف سلام عليك يا كابتن مصر، شفاك الله وعافاك ان شاء الله. السلام عليكم.